ابطال ثانويه عامه، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله اتكلم معاكم النهارده عن اللغه التانية سواء كانت ايطالي او فرنسي، وهقول لكم ازاي تذاكروها وازاي تراجعوها وكل الكلام ده. بس الحقيقه انا كنت ايطالي، فهحاول ان انا اقول لكم تجربتي كامله فيه. هقول لكم تسمعوا مين وتذاكروا منين وتحلوا منين، كل الكلام ده هقوله لكم. لكن الفرنسيه هنقول لكم تجربه اختي فيه، وبرضو هقول لكم كل حاجه فيه، مش هسيب حاجه. بس قبل ما نبدا متنساش تضغط لايك وسبسكرايب وتفعل نوتيفيكيشن عشان يوصلك كل النصايح الجايه ان شاء الله. ويلا بينا نبدا الفيديو. زي ما متعودين طبعا قبل ما نبدا بقول لكم نصيحه تفيدكم سواء في المذاكره او في حياتكم الشخصيه عموما. طيب، نصيحه النهارده هي حاول ان انت تكون افضل نسخه من نفسك. يعني ايه؟ انتوا ساعات طول السنه بتفضلوا تقولوا لنفسكم انا بذاكر عدد ساعات قليله، انا بذاكر بطريقه ضعيفه، مش بذاكر كتير، مقصر في المذاكره، كل الحاجات دي. حاولوا ان انتوا الحاجات دي تصدقوها فعلا، حاولوا ان انتوا تخلوها حافز ليكم ان انتوا تضاعفوا مذاكرتكم، ان انتوا تبقوا احسن، ان انتوا تطوروا من نفسكم، لان كل ده هيفيدكم سواء في المذاكره او في حياتكم. يعني انت مثلا بتذاكر في اليوم 5 ساعات وشايف ان ال5 ساعات دول قليلين، وحاسس ان انت مش بتعمل فيهم انتاج كويس، مش بتحقق تارجت كويس، فحاول ان انت تزود ال5 ساعات دي وتضاعفهم مثلا ل8 ساعات 10 ساعات زي ما تحب. المهم ان انت تيجي يوم اللي هتبدأ فيه مع نفسك تقول انا هذاكر النهارده 8 ساعات. لو حققت التارجت ده فعلا وعملت كده فعلا، حاول ان انت تكافئ نفسك. تمام؟ طيب، مغزى من كلامي بقى هو ان انتوا تحاولوا تطوروا من نفسكم، تزودوا نجاحاتكم، ان انتوا ما تقفوش عند نقطة معينة وبوينت معينة وتخليكم فيها كده، ما تطلعوش لا، وتزودوا تطلعاتكم، تزودوا نجاحاتكم، تزودوا من تطور نفسكم. حاولوا ان انتوا تعملوا كل ده لانه هيفيدكم جدا دلوقتي، ولو اتعودت عليه هيفيدك جدا بعد كده. فبلاش تكون شايف ان انت مقصر في حاجة وما تشتغلش على نفسك وتصلح فيها، لان ده هيضرك جدا. وبس كده، ده كانت نصيحة النهاردة. اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق كلكم، ولو احتجتم اي حاجة ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس، وانا بحاول والله ارد عليكم على قد ما اقدر. طيب، ندخل بقى على اللغة التانية. بس هقول لكم الاول ايه طريقه مذاكره اللغه التانية عموما، يعني سواء كانت ايطالي او فرنسي. مش هقول لكم حاجه بعينها، ولكن بعد كده يعني اول ما نخلص طريقه المذاكره، لان هي موحده اصلا، هقول لكم بقى في الفرنسي تذاكر مع مين وتحل منين وكل الكلام ده، وفي الايطالي نفس الحكايه. وفي الايطالي في شويه بوينتس بس هنزودها مع بعض. طيب، اول حاجه في طريقه المذاكره ايه هي؟ ان انت هتراجع الاساسيات بتاعه سنه اولى وسنه تانية كويس قوي الفتره دي، لان عليها غالبا سؤالين. انا مش عارفه الصراحه الفرنسي كان جاي فيهم السؤالين دول ولا لا، بس احنا عندنا في الايطالي بيجي غالبا سؤالين نتيجه مترتبين على سنه اولى وسنه تانية. فحاولوا ان انتوا تراجعوه كويس قوي وتاخدوا بالكم منه. طيب، هتراجعوه منين؟ في فيديوهات كتير على اليوتيوب، او لو انتوا معاكم الكتب بتاعه السنه اللي فاتت، وانا برضو في اخر الفيديو هرشح لكم مدرسين للايطالي سواء او الفرنسي. طيب، نيجي بعد كده، انت رجعت الاساسيات، هتعمل ايه؟ القواعد بتاعه السنه الثالثه هتركز عليها كويس قوي. طب هتذاكرها ازاي؟ هتبدا ان انت تسمعها من مدرس كويس قوي، تبدا ان انت بعد كده تحفظها كويس وتفهمها كويس قوي، وبعد كده تلخصها في ورقه كده مع نفسك. هي اصلا الجرامر او القواعد بتاعه الفرنسي او الايطالي اللغه التانية عموما بتكون بسيطه، مش محتاجه انت اصلا ممكن تلخصها في نص صفحه ولا حاجه. فكون ان انت تلخصها مع نفسك ولوحدك، يعني ما تمسكش كتاب كده وتلخص منه، لا، انت لخص اللي انت فهمته في الورقه. ده كله هيفيدكم جدا جدا وانتوا بتحلوا الاسئله والامتحانات. فحاولوا ان انتوا تهتموا كويس قوي بالقواعد. كده هيبقى لكم باقي الامتحان، واصلا في تقريبا 8 اسئله ولا حاجه بس بتكون على الجرامر وكده. هيبقى لكم بقى القطع والمواقف والتيمة، ده في الايطالي، او الايميل والحاجات دي في الفرنسي. طيب، هتعملوا فيهم ايه؟ اول حاجه هنبدا بالكلمات. الكلمات عشان ان انت تبقى كويس قوي فيها هتبدا ان انت تحل قطع مع مذاكره بعض الملخصات للكلمات. في ملخص كده بيكون فيه الكلمات الاساسيه لكل ماده. انا هحاول احطه لكم في قناه التليجرام موجوده في الديسكريبشن بوكس. هحاول احط لكم اهم الكلمات اللي موجوده في الفرنسي واهم الكلمات اللي موجوده في الايطالي، فحاولوا ان انتوا تركزوا عليها كويس قوي. طيب، هل ده كافي؟ لا، ده مش كافي خالص. اللي كافي بقى ان انت تحل قطع كتير قوي. هتلاقي ان الكلمات بتتكرر معاك، حليت اول قطعه ما فهمتش منها غير كلمات بسيطه، هتحل التانية تبدا ان انت تفهم، هتحل التالتة تبدا ان انت تبقى احسن. كل ده بيزود حصيلتك اللغويه، يخليك قادر ان انت تحل اي سؤال خاص بالكلمات بسهوله جدا، من غير ما تتوتر ان في كلمات كتير مش عارف. بصوا يا جماعه، هو طبيعي جدا ان انت اول ما تدخل الامتحان او عموما اي ما تيجي تحل اي قطعه، سواء انجليش بقى، عربي، لغه تانية، اي حاجه، بتلاقي ان في كلمات كتير في القطعه انت مش عارف هي يعني ايه. عادي جدا، اسكاب الكلمات دي،
مش هتفرق في حاجه، انت مجرد ما تفهم بس القطعه بتتكلم عن ايه هتعرف كويس قوي الكلمات دي كانت ايه. فانتوا ركزوا بس ان انتوا تحلوا قطع كتير عشان تاخدوا خبره كتير، وعشان برضو ما يبقاش عندكم حصيله الكلمات قليله، حاولوا ان انتوا تزودوها مع نفسكم. يعني حل قطع كتير، اتدرب عليها كتير قوي، احفظ كلمات كتير. مش هقول لكم بقى تحفظوا دلوقتي عشان انتوا في ايام المراجعه، بس على الاقل شوفوا ملخصات للكلمات في كل ماده او في كل لغه، وحاولوا ان انتوا تشتغلوا عليها وتحفظوها. ما بتكونش كبيره، انا هحاول انزل لكم ان شاء الله الملخصات دي، وان شاء الله هتفيدكم كويس قوي. طيب نيجي بعد كده بقى المشكله مهمه جدا واغلبكم بتقعوا فيها، هي التفريق بين المذكر والمؤنث سواء في الفرنسيه او في الايطالي. هتحل المشكله دي ازاي؟ اول حاجه هتعرف القاعده الاساسيه ازاي. يعني مثلا عندنا في الايطالي كان في ان نهايه المفرد المذكر بينتهي بالاو، اما نهايه المفرد المؤنث بينتهي بالا. فانت لازم تبقى عارف القاعده الاساسيه بتاعتك ايه. تمام. نيجي بقى ان بيبقى فيه شويه كلمات شواذ كده، دي اللي هتعمل فيهم ايه؟ هتبدا ان انت تحفظهم. اغلب الكتب تقريبا بتبقى مجمعاهم، ونتيجه للحل الكتير ونتيجه للي انت بتحل قطع وان انت بتحل تشويس كتير، كل الحاجات دي هتظبط لك الموضوع ده جدا. كل ما تلاقي كلمه شاذه انت عرفت هي مذكر او مؤنث ولا لا، هتبدا ان انت تكتبها في ورقه، فهتجمع في الاخر بعد ما تحل مثلا حوالي 4 شوامل ولا حاجه، هتبدا ان انت تجمع حصيله كلمات انت خلاص من كتر التدريب فيها انت عرفت هي دي ايه ودي ايه. فده هو اللي هيفيدك جدا في الموضوع ده. طيب الورقه اللي انت سجلت فيها الاسماء اللي هي بتكون شاذه عن القاعده دي هتعمل فيها ايه؟ هتبدا ان انت تراجعها كل ما بتحل شوامل كل 3 ايام. يعني انت مثلا بتحل شوامل كل يوم عادي، تمام، ده طبيعي وهنتكلم فيه كمان شويه. هتيجي بقى كل 3 ايام قبل ما تحل شامل الايطالي تقوم مراجع على الورقه اللي انت كتبتها دي. ده كله هيجدد تفكيرك وهيخليك عارف تحل ازاي في الشوامل اللي بعدها. فاهمني؟ طيب بعد كده في ايه؟ الصفات برضو نفس الحكايه، الصفات بيبقى فيها قاعده تمشي عليها، وكمان شواذ. الشواذ دي هتعملوا فيها نفس الحاجات اللي انا قلتها بالظبط في الاسماء. يجي بقى بعد كده المواقف والتيمه او الايميل او الباراجراف اللي بيتكتب في الاخر. المهم المواقف هتعمل فيها ايه؟ مواقف بتتحفظ طبعا، بتبدا تتدرب عليها. يعني حاول ان انت تحلها كده او تحب اللغه اللي انت بتدرسها. لو حبيت اللغه اللي انت بتدرسها هتحلها بسهوله قوي. ده مش وقت حب، ماشي. المهم هتبدا ان انت تحفظ المواقف كويس قوي، تبدا ان انت تتدرب عليها كويس. التدريب يا جماعه والحل هو اللي هيفرق معاكم. يعني اهم حاجه بقولها في الفتره دي ان انت تحل كتير، تتدرب كتير قوي على الاسئله. لو مش مذاكر كويس بجد الحل هو اللي هيثبت لك المعلومه، وهو اللي هيخليك قادر ان انت تحل امتحان اخر السنه. نيجي بعد كده للتيمه. التيمه اهم حاجه فيها او الباراجراف يا جماعه اهم حاجه فيه ان انتوا تكونوا حالين فيه بايديكم، كاتبين فيه بايديكم كويس قوي. وغالبا موضوعات اللغه التانية بتبقى معروفه. يعني مثلا احنا كان عندنا في الايطالي سي اونيتا، ال6 يونت كان الموضوعات بتاعتهم معروفه والمدرسين كانوا عاطينهم لنا، وكنا يعني اللي هو دخلنا حتى الامتحان جالنا نفس اللي احنا مذاكرينه عادي جدا. بجد التيمه بيكون اول باراجراف بيكون محفوظ، بيكون معروف الحاجات اللي هتجيلك فيه، فانت لازم تضمن درجته. حاول ان انت تحفظ الموضوعات اللي عندك لان كل المدرسين فعلا بيعملوا موضوعات دي بحلها، فحاول ان انتوا تحفظوها كده. وهي مش بتكون كتير، يعني ممكن تلاقي 6 موضوعات ولا حاجه بس اللي تتكلم عنهم. فبجد ده هيفرق معاكم قوي لان لازم تكتبوا بايديكم، لازم تبقوا عارفين طريقه الكلام فيه ازاي، وما تغلطوش في الجرامر لانكم بتتحاسبوا عليه، ما تغلطوش في الاملاء بتاعت الكلمات. ركزوا فيها كويس قوي يا جماعه بجد لان الدرجات دي بتبقى مضمونه. بصوا اللغه التانية عموما لازم ان انتوا تضمنوها في الامتحان لازم. طيب نيجي بعد كده لاخر حاجه، وهي امتى تحل شوامل. تبدا امتى تحل شوامل خاصه في اللغه التانية؟ انا بقول من بدايه المراجعه. اول ما تبدا مراجعه كده ابدا حل شوامل، خاصه لو مخلص او فاكر منهج القواعد كويس قوي، فاكر القواعد بتاعتك كويس قوي. لو فاكرها او لو انت عندك فكره عنها حتى ابدا حل شوامل وانت بتراجع مع المراجعه، لان بجد الموضوع ده هيفرق معاكم قوي قوي قوي. هتعرف نقاط ضعفك فين، هتعرف ايه الحاجات اللي تركز عليها قوي، ايه المواضيع اللي انت تكررها اكتر من مره عشان تثبت في دماغك. بجد الموضوع ده هيفرق معاكم قوي. فحاولوا تبداوا الشوامل من بدايه المراجعه، خاصه بصوا في كل المواد اعملوا كده. بس ما عدا ماده واحده بس هي الكيمياء، بلاش انتوا تعملوا فيها الموضوع ده. ذاكروا وراجعوا الكيمياء كويس قوي وبعدين حلوا فيها. نرجع تاني للغه التانية، ابداوا حلوا الشوامل من بدايه المراجعه. طيب نيجي بعد كده على ايه؟ بعد كده هنتكلم عن المدرسين سواء للايطالي او للفرنسي. نبدا بالايطالي. الايطالي انا الصراحه كنت باخد برايفت،
مع سينيور احمد رحيل من عندنا هنا في اسكندريه يعني. المهم الحقيقه انا وقفت دروس او وقفت درس الايطالي يعني بعد ما خلصت المنهج على طول، وغالبا كان في شهر 2 او في شهر 3 مش فاكره قوي. المهم ان انا وقفته قبل الامتحانات بفتره كبيره، واعتمدت بشكل اساسي على اليوتيوب في الفتره دي. كنت بتابع مين؟ كنت بتابع سينيورا ساره، بجد من احسن المدرسين للايطالي اللي انا عرفتهم في حياتي بجد. سينيورا ساره حلوه جدا جدا جدا، بتفهم كويس قوي، بتشرح بطريقه حلوه قوي، بتحل بطريقه حلوه قوي، حتى التيمه بتحلها بطريقه جباره بجد، هي تحفه. فعلا هتستفادوا منها قوي، وفعلا هتفرق معاكم في الحل. طيب ايه الكتاب اللي انا حليته في الايطالي؟ انا حليت كتاب ايطاليانو، وكمان حليت كتاب بريمو برضو مع سينيورا ساره. كل الحاجات دي كانت منزلاها يوتيوب، بجد بجد شرحها حلو جدا وهيفرق معاكم جدا. وحقيقي انا يعني مفهمتش حاجات كتير قوي غير منها. طيب نيجي بعد كده على الفرنسي. الفرنسي تسمعوا مين؟ عندكم كذا حد، في مسيو حسن الجبلاوي، في قناة الهريدي حلوة قوي، وقناة فرنشاوي برضو في ناس كتير قوي بتشكر فيها. بس لو اتكلمت عن تجربة اختي، هي بتاخد مع مسيو حسين الجبلاوي، وهو فعلا حلل كتب كتير قوي وشرحه مبسط ومنظم جدا. يعني هو حل كتاب برافو وميرسي والمعاصر وجينيال وبونسوار، كل دول هو حللهم فيها، وفعلا شرحه تحفة فيهم، وبيحل كمية افكار رهيبة بجد، هتستفادوا منه كويس قوي. وكمان انا لو لقيت له منزل حاجة على اليوتيوب هنزلها لكم علشان تعرفوا التشانل بتاعته، بس هو اسمه مسيو حسين الجبلاوي، وفعلا شرحه حلو جدا. في بس حاجة اخيرة حابة ان انا انبهكم ليها، وهي التواريخ اللي بتيجي في القطع بتاعة الحل. حاولوا ان انتوا تركزوا قوي في التواريخ دي، لان هي فعلا بتفرق قوي، وبيلعب فيها في الاسئلة اللي بعد كده. الشهور، فصول السنة، كل الحاجات دي بيركز عليها قوي في الامتحانات، خاصة في الايطالي والفرنسي. بس احنا عندنا كان بيركز خصوصا في السنين، ان هو يجيب لك سنة ويعني يجيب لك سنتين ويقول لك يسألك فيهم سؤال يعني بيكون مهم وعليه درجتين في القطعة. المهم حاولوا ان انتوا تهتموا بيهم كويس قوي، وتقروا القطعة بتأني، تقروها كويس قوي تفهموها. حاولوا ان انتوا ما تكروتوهاش كده عشان تحلوا الأسئلة وخلاص، لا ركزوا فيها قوي، وان شاء الله ربنا يوفقكم. وبس كده، ده كان فيديو اللغة التانية. اتمنى ان شاء الله ان هو يفيدكم وتستفادوا من كل النصايح اللي قلتها. بس حاولوا تركزوا بالله عليكم على التريكات اللي انا قلتها، وان انتوا تعملوا بيها، مش مجرد ان انتوا تسمعوا مني وبس، لان انا اهم حاجة هي فايدتكم في الاخر. ويعني انا والله بحاول افيدكم بكل الطرق، وبحاول كمان ان انا ارد على الكومنتس بتاعتكم. بس انا الفترة دي مشغولة جدا في الامتحانات ومضغوطة في المذاكرة، فحاولوا ان انتوا تدعوا لي، وهكون متشكرة جدا ليكم والله. وبس كده، اتمنى ان شاء الله ان انا اكون بفيدكم، وشكرا جدا، وربنا يوفقكم جميعا.